السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة لينا. اليوم حضرت معكم قراصة يعني قنبلة في البنة وبمكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت، بشوية كفتة يعني شوية لحم مرحي وشوية بطاطا، وانتي حضرتي قراصة قنبلة في البنة مجمر يعني وطري وبنين. هنايا اعتمدت معكم وصفة الرز، كذلك راح نخليها لكم في فيديو آخر يعني بوصفة المطاعم. هنا اعتمدت بطاطا متوسطة الحجم، نقيتها شللتها وقسمتها على نصفين يعني، وحاولت نقلع هذاك اللب غير بملعقة صغيرة كما راك تشوفي الطريقة، يعني بدون أي حاجة، بلا آلة بلا حاجة، غير بملعقة صغيرة وانتي كلحتي هذاك اللب. للإفادة أنا استعملت بطاطا متوسطة باش نتفادى هذاك اللب اللي يكون بزاف. تقدري انتي تعتمدي بطاطا صغيره متوسطه ولا كبيره يعني عادي. هنا حاولت نقيها كيما راكم تشوفوا، وبعدها راح نشللها ويعني ندير زيت حامي كيما زيت اللي نحضروا فيه البطاطا المقليه، وراح نقليها كيما راكم تشوفوا. هنايا يعني قليتها ونروحوا للحشو. الحشو اللي اعتمدت فيه اللحم مرحي، واعتمدت فيه روز يعني طايب عادي، واعتمدت فيه لي زيبيس اللي هما الحرور، سكينجبير، الفلفله حمراء، الثوم، وشويه ملح وشويه معدنوس مطحون. للإفادة بعدها راح نخلي لكم طريقة يعني حفظ الثوم في المجمد، يعني بلا ما تستعملي بواط ولا حاجة اللي راح تصعب عليك يعني كيفاش تدي هذيك الكمية وديريها في التحضيرات تاوعك. هنا انا نعتمد طريقة يعني تخليني نعتمد هذيك المورسو اللي نديه ولا بلا ما ننغبن بلا ما والو، يعني بلا ما تبقي تقسمي فيه ويكون جامد ولا تستعملي زيت ولا. انا يعني بلا زيت بلا اي حاجه يعني راح نستعمله وتكون طريقه سهله. هنا حضرت كاع الحشو تاعي، عمرت البطاطا اللي عندي ورحت حضرت لاصوص اللي درت فيها شويه زيت، شويه طماطيس مطحونه، ودرت فيها ملح وحرور، ودرت فيها شويه ما وخليتها طيب، وبعدها زدت لها شويه طماطم مصبره. كيما راكم تشوفوا هنا انا درت الصوص تاعي عاقده يعني درتها طايبه، ما درتش صوص خفيفه باش يكون هذاك الطبق تاعي يكون مجمر، يعني ما يكونش الماء في لاصوص ويدخل البطاطا ويردها لي طريه، يعني اعتمدتها تكون طايبه عادي. انا حاولت نستف كاع البطاطا اللي عندي، ما خليتش يعني فراغ بيناتهم. وبعدها هذيك الصوص راح ندير فيها شويه ماء، ونحاول فوق كل حبه ندير شويه، يعني باش هذاك اللحم المطحون اللحم مرحي ولا راح يدخل له الطيب. وحاولت ما نكترش بزاف باش يعني ما تكونش هذيك الصوص عندي بزاف. وللإفادة اللي تبغي تاني تستعمل البيشاميل تقدر تديرها، انا كنت محضرتها وبعدها ما يعني فضلت اني ما نديرهاش. تقدري ديري كوش خفيفه، تقدري ما ديريهاش، يعني لك حريه الاختيار. هنا حاولت كاع البلان ندير شويه شويه فوق كل حبه، واعتمدت هنا الفرماج مبشور اي نوعيه عندك، يعني اذا كانت عندك نوعيه جيده راح يعني تعطيك يعني الذوق افضل. وهنا عندي فرماج المربعات، حاولت نقطع هذاك الفرماج وندير فوق البلاط تاع الكراسه اللي عندي فوق الطابق، يعني حاولت نوزعه كاع يعطيني يعني شكل شباب وبنه. واعتمدت كذلك الليمون تاع الكراتان صغار للاستعمال الفردي، يعني تقدري بدل ما تستعملي بلا كراتان كبير تحضري كميه تاع بطاطا قليله تحشيها ويعني وديريها في ليمون كراتان صغار، ترافقيها مع سلطه ولا ترافقيها مع يعني روز ولا يعني اي حاجه تحضريها معاها. واللي يبغي تاني يعتمد بلا كيما هكا كبير يعتمده.
يعني هاد الوصفة بنينة، وصفة يعني تجي بنينة وما تديش منك وقت بزاف. تقدري تعتمديها ان شاء الله في هذا رمضان. ان شاء الله يدخل علينا بالصحة. هنا كيما راكم تشوفوا هادو هما لي مول كراتان للاستعمال الفردي، يعني يجوا بنان ويجوا في الشكل يعني تاني يجوا شابين. ترافقيهم مع حاجة خفيفة، يعني اللي تبغي تنوح في الاكل تاعها تنجم دير من هذا شويه، دير يعني كراتان واحد اخر ولا ترافقه مع لي صالي، وانتي حضرتي عشاء خفيف وعشاء يعني بنين. تقدري كذلك هنا تستعملي الموتزاريلا اللي تعطيك يعني شكل وتعطيك بنه شابه. انا استعملت غير اللي كان عندي في الدار، يعني الفرماج رابي ومربعات. انتي تنجمي يعني تزيدي الموتزاريلا باش تعطيك هذاك كيما حنا نقولوا هذاك الفرماج اللي يجي يتكسل، يعني يجي بنه، وما في المنظر يعني يجي شباب. هنا حضرت لي بلا تاوعي ودخلتهم في الفرن، يعني وتخليهم يطيبوا على النار من التحت، يعني تشعلي عليها غير من التحت وتخليهم يطيبوا حتى تشوفي هذاك يعني هذيك الصوص نشفت يعني جوانب يبانوا نشفوا. عاده باش تطفي عليها وتشعلي عليها من الفوق. كيما راكم تشوفوا انا هنايا عندي البلا تاعي، لي بلا تاوعي وجدوا وجاو يعني ما شاء الله جاو بنه. رافقتهم مع شويه روز اللي غادي نخلي لكم الوصفه تاعه في باقي الفيديوهات. يعني ارز المطاعم يعني يجي ماشي ملصق ويجي بنين، وتقدري ترافقيه مع اي طبق، مع حوت، مع يعني كل واحد يعني فاش يستعمله. وبصحتكم.